سلام، فخبارك باللي انت محظوظ بزاف؟ عرفتي علاش؟ حيت غتكون قادر تسمع وتشوف واحدة من افضل القصص الا ما كانتش هي الافضل، واللي كتبدا من مدينة اللوغ تاون، باللي بزاف د الناس من بينهم قراصنة يالله طالعين جاو باش يحضروا الاعدام ديال جولد دي روجر ملك القراصنة من طرف البحرية بقيادة غارب نائب الادميرال. وهنا روجر الذهبي قبل ما يتعدم بلحظات كيغوت لكاع الحاضرين باللي الكنز ديالو كاين والون بيس حقيقي، وإلا بغيتو تلقاوه خرجوا للمحيطات راني خبيتو في ديك البلاصة. وكيعدموه، وهاد الهضره اللي قال قبل ما يموت كتقلب العالم وكتولد جيل جديد من القراصنة كلهم باغيين يلقاو الون بيس القطعة النادرة. من بعد سنوات هاد الولد الغريب كيكون وسط البحر بالكاياك الصغير ديالو كيغوت باللي غادي يكون هو ملك القراصنة وغادي يلقى الون بيس، وتا حاجة ما غتمنعو يحقق هاد الحلم حتى كيبدا يغرق بيه وكيتخشى في الصندوق وكيسد عليه باش ما يغرقش. الصندوق كيلقاوه قراصنة الفيدا الشريرة اللي كانت حابسة عندها كوبي وهو صغير كينظف السفينة وكيدير داكشي اللي كتقول ليه. في العشية باللي كلشي كينعس لوفي كيخرج من الصندوق وكيلقى حداه كوبي كيبدا داوي معاه بالعفوية ديالو وكيقول له على الحلم ديالو. كوبي المسكين كيعاود له باللي حابسه الفيدا، داكشي علاش كيقرر يعاونو. كيطلع للفوق كيفيق السفينة كاملة من الناس وكيضرب الفيدا بقوة فاكهة المطاط ديالو حتى واحد ما كيبقى يقدر يقرب نحاتو. وهذا زورو اشهر سائد قراصنة في الازرق الشرقي جا باش يخلي الذكرى ديال الصديقة القديمة ديالو. حتى كيخرج عنده مستر سيفن عضو في منظمة الباروك جا باش يعطيه دعوة باش ينضم للمنظمة ديالهم، ولكن زورو كاع ما مسالي لها التخربيق كيقول له لا. مستر سبعة كيقول له اذا المصير ديالك الموت، وكتبدا المبارزة. زورو ما كيحنش فيه كيقسموا على جوج. ندوزو عند لوفي نشوفوه كيفاش حتى ولا مطاطي باللي كان مازال دري صغير كان كيعمر مع قراصنة الشعر الاحمر بزاف. واحد النهار جابوا معاهم غنيمة ضمنها واحد الصندوق صغير. لوفي كيشوفو كيمشي يفتحو كيلقى واحد الفاكهة الشكل ديالها غريب شوية ولكن كان فيه الجوع، داكشي علاش كياكلها كاملة. باللي كيخرج عند شانكس اللي يالله سالا مع شي ضعاف كيكتشف باللي لوفي ولا مطاطي وكيعرفو كلاها. نرجعو عند لوفي اللي مع كوبي في القارب كيعاود له هادشي كيسولو شنو هو الحلم ديالو. كيقول له كوبي الحلم ديالي التحق بالبحرية. لوفي كيقول له اذا المحطة التالية ديالنا غتكون شي مدينة فيها قاعدة ديال البحرية باش هكا انت تلتحق بهم وانا نقلب على خريطة الخط الاكبر الريد لاين. وهذه نامي القطة السارقة كتظاهر بالعطش وكتغوت على هادو باش يجيو يعاونوها. كتقول لهم باللي هازه معاها صناديق فيهم الكنز اللي كينزلوا كتخليهم في القارب وكتسرق ليهم السفينة. حتى هي متوجهة لمدينة الأصداف باش تسرق الخريطة بحال لوفي اللي كان ديجا وصلوا. أول حاجة دارها مشى لواحد المطعم باش يغدي العقل ديالو ويخطط كيفاش غيدخل لديك القاعدة البحرية اللي فيها الخريطة. في هذا المطعم النيت كيكون زورو سائد القراصنة كيشرب وكيضحك مع البنت الصغيرة اللي بغات تعطيه كرة الروز وبالغلط طيحاتهم على هاد العيوقي اللي تابع للبحرية. لوفي راوي على الديكور بعينيه. العيوقي كيعزف على الكرات برجليه وكيوسخهم، وزورو ما كيعجبوش المشهد كيهزهم من الارض وكياكلهم وكيقول له اعتذر من الدرية. العيوقي ما كيبغيش وكيضربو. كيجيو الجنود وكيضربهم كاملين غير وحده بلا ما يجبد السيوفه ديالو. لوفي كيتعجب بيه كيشد العيوقي وكيبدا يرغبو باش ما يقتلوش. كيقول له بابا غيعطيك اللي بغيتي. هو كيقول له شكون هو هذا بابا؟ كيقول له القائد مورغان هو المسؤول في هذه القاعده. زورو باغي غير يسلم راس مستر سيفن اللي مطلوب العداله وياخذ المكافاه ديالو، ولكن القائد كيعاقبو حيت ضرب الجنود ديال البحريه وما غاديش يدوزها ليه هكاك. لوفي ناعس في الكاياك مع كوبي اللي قال له قبيله العيوقي اللي كيمثل العداله في بلاصه ما يعاون الدريه تعدى عليها. لوفي قال له كيف ما كاينين قاده خايبين كاينين قاده مزيانين، وكذلك كيف ما كاينين قراصنه خايبين كاينين مزيانين. في الصباح العيوقي كيجي عند زورو اللي مربوط مع العمود، وزورو كيعرف من عنده باللي ما غاديش يطلقوا سراحه بعد 7 ايام بل غادي يخليه مربوط تما حتى يموت. وهنايا نامي كتسلل بالزي ديال الجنود للقاعده.
لوفي تا كيخرج للساحه فين مربوط زورو، كيشوفو كيتفكروا مع ترتار بزاف، كيعاود له على الحلم ديالو، كيقول له بغيتك تلتحق بالجروب ديالي، وكيحل ليه القيود واخا كاع ما بغى يلتحق به وكيمشي. نامي كتكون كتقلب في مخزن الخرائط على الخريطه د الريد لاين اللي تا هي جات على قبلها، تا كتخرج عندها الجنديه وكتعرف من هضرتها باللي داكشي علاش تتقلب كاين في البيرو ديال مورغان. شويه لوفي كيطيح من السقف، كيقول لها سمعت كلشي وانتي ماشي جنديه حقيقيه، غير جيتي تسرقي الخريطه اللي تا انا جاي على قبلها. زورو باللي كيفكو لوفي كيقصد البيت ديال العيوق اللي خدالو السيوفه ديالو. لوفي مع نامي اللي دبرات على السوارد ديال البيرو د مورغان كيقول لها خاصك تنضمي للجروب ديالي حيت انا وياك كنشكلوا فريق واعر. هي كترفض وكتقول له كنكره القراصنه. كيجاوبها غير حيت مازال ما عرفتينيش. كيدخلوا للبيرو كيبداو يقلبوا على الخزنه اللي فيها الخريطه وكيلقاوها بالصدفه، تا كيتطلق الانذار ومورغان كيجي للبيرو كيبغي يهرس الباب. لوفي بالقوه ديالو كيطلع الخزنه من بلاصتها، تا كيترماو من الشرجم هو ونامي، كيطيحوا في الساحه وكيشبكوها مع الجنود. نامي كتقاتل ببراعه بالعصا، وزورو كيبدا دايز من حداهم تا كيقرر يرجع باش يعاونهم. كيجي مورغان معصب كيبدا مطايف معاهم وحده. زورو كيجبد السيف الثالث وكيتعاون مع لوفي وكيطيحوا مورغان، وهنا كيكونوا سالاو مع القائد مورغان وكيهز زورو الخزنه وكيخرجوا مجموعين لعند الباطو الصغير اللي سرقات نامي. تا كيجي كوبي عند لوفي كيقول له لوفي يلا طلع، ولكن هو كيقول له لا ما غاديش نمشي معك، ولكن غادي نبقى هنا وغادي نحقق الحلم ديالي بالالتحاق بالبحريه. في هذا الاثناء غارب كتوصلوا الخبار على داكشي اللي وقع في مدينه الاصداف، وكيعرف باللي سرقوا الخريطه ديال الريد لاين. كان متبع اثر منظمه الباروك، ولكن كيقرر يبدل الطريق ويمشي من ورا اللي سرقوا الخريطه. وندوزو عند قراصنه المهرج اللي جاب له الخبار التابع ديالو باللي الخريطه اللي كانوا كيخططوا باش يسرقوها تسرقات من طرف 3 ديال القراصنه. باقي المهرج كيقرر باللي غادي يسترجعها باي ثمن. وهنا كنكون وصلنا للحلقه الاولى من لايف اكشن من وان بيس. كنتمنى تعجبكم. يلا صلوا على النبي محمد ونشوفكم في الحلقه الجايه. Ever since I was a kid, Jags would tell me stories about pirates and their adventures. The sea's been calling. On the One Piece. Come, Gang of the Pirates!